شاء الله النهاردة هنبدأ مع بعض أول يوم. هنبدأ سلسلة كاملة عن تعليم كاميرات المراقبة. تمام. هنبدأها بأول حاجة عن أنواع كاميرات المراقبة وإزاي نختار كاميرا المراقبة المناسبة لينا. تمام. إزاي نعرف نفرق بين الكاميرات. تمام. إزاي نختار الكاميرا المناسبة. والفرق بين الكاميرات البوليت، يعني ايه كاميرا بوليت ويعني ايه كاميرا دوم ويعني ايه كاميرا بي تي زد. تمام. فتابعوا معايا وان شاء الله هنبدأ السلسلة من البداية خالص لحد ما توصل في النهاية تبقى فني كاميرات محترف. لو مش مشترك في القناة اعمل اشتراك. تمام. وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة. ويلا بينا نبدأ. طيب، أول حاجة هنتكلم النهاردة عنها. تمام. هي أنواع الكاميرات. أنا عندي في الكاميرات حاجتين أو 3 حاجات. الكاميرات الانالوج العاديه خالص اللي هي القديمه، وعندي الكاميرات الاتش دي، وعندي الكاميرات الاي بي. تمام. الكاميرات الانالوج دي كاميرات آه اسمها كاميرات تناظريه او انالوج سي سي تي في. الكاميرات دي دقتها محدوده، كانت الاول بتشتغل بحاجه اسمها تي في لاين او عدد الخطوط في الانش. تمام. عدد الخطوط الملونه في الانش يعني. فدي كل ما زاد طبعا عدد الخطوط تي في لاين في الكاميرا فدقتها جودتها زادت. فطبعا الكاميرات دي ما عادتش دلوقتي مستخدمة لأنها ادمت وبقت حاجة مش مش عملية وصورتها مش أحسن حاجة. ظهر عندنا بعد كده حاجة اسمها الكاميرات الاتش دي. الكاميرات الاتش دي دي حاجة معدلة من أو الفيرجن الأحدث من الكاميرات الأنالوج. تمام. دي بتشتغل بنفس الكابلات، بتشتغل بكابلات كو اكسل وباور. تمام. دي صورتها دقتها بتبدأ معاك من 1 ميجا و2 ميجا و3 ميجا و4 ميجا و5 ميجا. أعلى حاجة في الكاميرات ال HD دي ال5 ميجا، يعني مفيش كاميرا HD أكتر من 5 ميجا. تمام. طبعا الكاميرات ال HD أو الأنالوج بتشتغل على حاجة اسمها DVR. تمام. في عندنا نوع تالت من الكاميرات بتاعتنا اللي هي الكاميرات الاي بي. الكاميرات الاي بي دي كاميرات دقتها افضل، جودتها اعلى، استقرارها احسن، والسرعه بتاعتها او الدقه بتاعتها بتبدا من عندك من 2 ميجا لحد 12 ميجا. تمام. ف ودي طبعا بتشتغل بسويتشات، كاميرات ديجيتال او كاميرات اي بي بتشتغل بسويتشات وبتشتغل على حاجه اسمها ام في ار، كاميرات شبكه يعني. تمام. وعندنا طبعا في الكاميرات عندنا زي ما كده دي انواع الكاميرات. في عندنا الكاميرا الدوم زي اللي احنا شايفينها دي. دي كاميرا بتركب في الاماكن الداخليه. تمام. اندور يعني. في كاميرات زي دي مثلا بتبقى حاجه مصممه اي بي مثلا 67 انها ممكن تركب في الاماكن الخارجيه. بس الدارج يعني الكاميرا الدوم بتركب في الاماكن الداخليه. وعندنا اكتر من شكل الكاميرا الدوم، يعني عندنا ده شكل الكاميرا الدوم مثلا. تمام. وده شكل تاني لا دي كاميرا بوليت. تمام. يعني الدوم بيبقى لها اكتر من شكل زي ده. تمام. او ده. دي كلها كاميرات دوم. تمام. الكاميرا الدوم ميزتها في ايه؟ انها شكلها بيتناسب مع المكان اللي راكبه فيه، شكلها مش وحش. معظم كاميرات الدوم بتبقى العدسة بتاعتها صغيرة عشان تغطي لك مكان أوسع. بس هي في الغالب بتبقى لمكان ضيق، مكتب، أوضة. تمام. ممر مثلا. عشان تجيب لك الممر كله وتعرف تحدد فيه الأشخاص. تمام. وعندنا تاني الكاميرات بتاعتنا عندنا الكاميرات البوليت اللي هي دي. كاميرات البوليت دي كاميرات بتركب في الأماكن الخارجية. بتركب طبعا على حسب احتياجك. الكاميرا البوليت ممكن تبقى عندك كاميرا بوليت عدستها 4 ملي، عدستها 3.6، عدستها 6 ملي، 8 ملي، 12 ملي. وعندك طبعا بعد كده في كاميرات فيري فوكال. تمام. دي عدسة متغيرة بتبقى بتقدر تتحكم في حجم العدسة
مانوال، او الكاميرات الموتورايز بتقدر تتحكم فيها آه، اوتوماتيك عن طريق الام في ار او الدي في ار. طيب انا دلوقتي عرفنا، وعندنا طبعا الكاميرا دي اشكال من الكاميرات البوليت، يعني عندنا دي، ده شكل وده شكل تاني. تمام. طبعا هو الشكل بيختلف على حسب الموديل، بس في الغالب في الاخر بتبقى الجودة بتاعة الكاميرا واحد، لانها. وعندنا طبعا كاميرات الفيش اي. كاميرات الفيش اي دي هيبقى لها فيديو لوحديها، بس برضه احنا قلنا ان ايه، نجيب شكلها معانا كده، ايه اللي هو نبقى عارفينها. دي من انواع، ودي برضه شكل من اشكال الكاميرا الفيش اي. وعندنا طبعا بعد كده، ودي برضه فيش اي، وعندنا الكاميرا البي تي زي. دي الكاميرا البي تي زد، اللي هي بتتحرك يمين وشمال وفوق وتحت زي ما احنا عايزين. طيب احنا دلوقتي عرفنا انواع الكاميرات، وعرفنا ان في عندنا الكاميرات الاتش دي جودتها بتبدأ من واحد. مش هنتكلم طبعا عن الكاميرات الانالوج لانها ما عادتش موجودة، ولو موجودة ما حدش بيستخدمها لان جودتها بقت آه ما تنفعش معانا دلوقتي. تمام. هنتكلم على الكاميرات، هنتكلم على العدسات. احنا عندنا عرفنا الكاميرات الجودة بتاعتنا 2 ميجا و4 ميجا و5 ميجا اعلى حاجة في الكاميرات الاتش دي. عندنا الكاميرات الاي بي زي ما قلنا، اعلى حاجة في الريزولوشن بتاعها في الدارج في المستخدم يعني 12 ميجا. في حاجات اعلى من كده، بس طبعا بيبقى لها استخدامات مخصوصة ومش متوفرة دايما، بس هي اعلى حاجة عندنا اللي موجودة في السوق يعني، اللي هي ال 12 ميجا. طيب عندي حاجة تاني في الكاميرات، العدسات. انا دلوقتي عندي ازاي اختار العدسة بتاعتي؟ على اساس بختار على اساس ايه؟ طيب هي نحسبها بحسبة بسيطة كده، ان كل العدسة ما كبرت، كل العدسة ما صغرت تجيب لك مساحة اكبر، تمام، وملامح اقل. وكل العدسة ما كبرت تجيب لك ملامح اكتر ومساحة اصغر. بمعنى يعني مثلا انا عندي لو عدسة 2.8، اللي هي اصغر عدسة في الكاميرات الدوم، لان في الفيش اي بيبقى عندنا حاجة 1.7 في الكاميرات الفيش اي، بس خلينا في الدوم 2.8. 2.8 دي ممكن تجيب لك مساحة كبيرة جدا قدام الكاميرا، بس الملامح بتاعت الاشخاص اللي بيتحركوا مش هتبقى ظاهرة قوي. فيفضل انها بتركب في الاماكن الضيقة او الاماكن الداخلية، والاماكن الداخلية عندي بتبقى مساحتها محدودة، فبقدر اشوف فيها الملامح. وفيها ميزة تاني، العدسة الصغيرة بيبقى المناطق المخفية في الصورة اقل. يعني كل عدسة ما صغرت بتجيب لك كل المساحة، ما بيبقاش في عندك بلايند اريا او اماكن مخفية. يعني الكاميرا بتبقى محطوطة، وتقريبا لو حد واقف تحت الكاميرا بيبقى ظاهر في الكاميرا. دي بالنسبة لعدسة 2.8. لو جينا مثلا لعدسة 4 مللي، العدسة 4 مللي في كاميرات دوم عدستها 4 مللي، بس العدسة ال 4 مللي بتبقى في الأغلب في الكاميرات الخارجية. العدسة ال 4 مللي مساحتها برضه بتجيب مساحة كبيرة، تمام، بس تحديد الملامح بيبقى في منطقة أقل. تمام. لو جينا مثلا على 6 مللي نفس الفكرة، هتجيب لك منطقة أصغر شوية، تمام، وتحديد الملامح بيبقى أحسن. كل ما قربت من الكاميرا الملامح بتاعت الشخص بتبقى أحسن. يجي مثلا العدسة ال 12 مللي، العدسة ال 12 مللي بتبقى جايبة مساحة قصيرة جدا أو صغيرة جدا، بس بملامح واضحة جدا. وفي نقطة تاني، بتبقى الصورة بعيدة عن الكاميرا، يعني الكاميرا بيبقى بين الكاميرا والصورة اللي الكاميرا جايباها في منطقة كبيرة مش ظاهرة. يعني لو جينا حطينا مثلا كاميرا 12 مللي، تمام، على مثلا حيطة مثلا ارتفاعها جدار ارتفاعه 3 متر، تمام، الكاميرا هتجيب تقريبا شخص بعد حوالي 12 او من 12 ل 15 متر. 12 من 12 ل 15 متر هتجيب لك الشخص ده والمربع اللي حواليه بصورة واضحة جدا. بس المسافة ال 12 متر بقى اللي هم بين الشخص والكاميرا دول مش هيبقوا كلهم ظاهرين، لأن الكاميرا العدسة بتجيب أبعد. طبعا برضو ال 6 مللي نفس الموضوع،
الصورة بتبعد عن الكاميرا، يعني بيبقى في مسافة تحت الكاميرا مش ظاهرة، تمام، و بس بتجيب لك ملامح اكتر. طيب انا ازاي بقى اختار العدسة بتاعتي بناء على الكلام ده؟ اختار العدسة بتاعتي بناء على المكان اللي هركب فيه الكاميرا. احنا قلنا الكاميرا الدوم العدسة الاتنين وتمانية، تمام، بتركب في الاماكن الداخلية اللي مساحتها محدودة. متفقين على النقطة دي؟ طيب انا عندي مكان وليكن مصنع، ارتفاع الهنجر في مصنع او خط تشغيل في مصنع، ارتفاع الجدار عندي مثلا، الحيطة اللي هركب عليها الكاميرا ارتفاعها 4 متر، وعايز اغطي تغطية كويسة وابقى شايف ملامح كويسة. طيب انت هنا ممكن في الحالة دي تحط 4 ملي، عدسة 4 ملي، عشان ارتفاع الجدار مع حجم العدسة هيعوض لك المنطقة المفقودة عندك، لأن الكاميرا لو وجهتها لتحت شوية هتبقى كشفها لك بعيد برضو وجايبها لك المنطقة دي. طيب فأنت كده جايب ملامح كويس. طيب لو الجدار اترفع شوية بقى مثلا 6 متر أو 7 متر، فأنت كده هتروح بعد كده العدسة الأكبر 6 ملي مثلا. طيب أنا عندي بيت وعايز أركب عليه، على البيت من فوق البيت 3 أدوار مثلا أو 4 أدوار، عايز أركب عليه كاميرا عشان مش عايز احطها تحت عشان ممكن تتسرق وممكن الحاجات دي. طيب في الحالة دي انت هتركب عدسة 12 ملي، تمام، او عدسة فري فوكال، بحيث ان انت تتحكم في حجم العدسة، تظبطها على المساحة اللي انت عايزها والرؤية اللي انت عايزها. ده كده ازاي نختار العدسة بتاعتنا. طيب عندنا حاجة تاني. طيب احنا كده اخترنا العدسة، الكلام ده طبعا في الكاميرات الاي بي او الاتش دي. طيب هو انا بناء على ايه هركب كاميرات اي بي او كاميرات اتش دي؟ طيب هنا بنرجع لحلين. الكاميرات الاي بي هنعمل مقارنه كده، الكاميرات الاي بي والكاميرات الاتش دي. الكاميرات الاي بي سعرها غالي، الكاميرات الاتش دي مقارنه بالاي بي سعرها اقل. طيب الكاميرات الاي بي ممكن اركب في عدد غير محدود من الكاميرات طبعا، ب... بس طبعا لها حاجات وسويتشات وان في ارات. كل ما زودت سويتشات وزودت ام في ارات هقدر هوسع الشبكه بتاعتي. كاميرات الاي بي، الكاميرات الانالوج، واقدر امد مسافات كتير كبيره في الكاميرات الاي بي. كاميرات الاتش دي، كاميرات الاتش دي انت عندك 3 حاجات بتحكمك في الشبكه، في الكاميرات، في تركيب الكاميرات. اولا هي التكلفه بتاعتها قليله طبعا مقارنه بالكاميرات اللي هي الاي بي. طيب عايزه عندي طول الكابل، كاميرات الاتش دي كابل بيوصل من الكاميرا للدي في ار. الدي في ار بتاعي بيبقى محدود بعدد كاميرات معين، 4 8 16، تمام. محتاج باور سبلاي، الباور بتاع الكاميرا كل طول الكابل ما زاد الباور بتاعي ما بيبقاش احسن حاجة، فهضطر احط باور جنب الكاميرا. مشاكلها كتير، بس هي تنفع فين؟ في الاماكن الصغيرة. لو عندك مثلا مكان صغير مش هتسحب فيه كابلات كتير، فانت تركب اتش دي، تمام، هتديك جودة كويسة. بس لو المكان عندك كبير وهتسحب وهتمد كاميرات كتير، ففي الحالة دي هتستهلك كابلات كتير، وكل ما استهلكت كابلات اكتر الكاميرات بتاعتك هيبقى فيها مشاكل اكتر، لان جودة الكابلات بتتأثر مع الوقت بالرطوبة والحاجات دي. فالكاميرات الاتش دي بننصح بيها في الاماكن الصغيرة، الشبكات المحدودة الصغيرة اللي ما فيهاش مسافات كبيرة وما فيهاش، وعدد الكاميرات فيها ما يكونش كتير، عشان المشاكل بتاعتها كل ما زاد عدد الكاميرات مشاكلها بتزيد، تمام. في الاماكن الكبيرة بننصح بالكاميرات الاي بي، التكلفة بتاعتنا هتبقى عالية شوية، بس الجودة والاستمرارية وانها قابلة للتوسعة والزيادة في اي وقت نقدر نعمل كده. طيب كده احنا عرفنا هنختار بناء على ايه الكاميرا بتاعتنا. عرفنا الاول ايه هي انواع الكاميرات، تمام، وعرفنا ازاي عرفنا الجودة بتاعت كل الكاميرات، عرفنا ازاي نختار العدسة بتاعتنا،
بناء على المكان اللي هنركبها فيه، وعرفنا ازاي نختار السيستم بتاعنا او النظام بتاعنا انالوج او اتش دي. تمام. ان شاء الله في الفيديو الجاي هنبدأ مع بعض شرح للفرق بين الكاميرات، تعريف الكاميرات الانالوج ومكونات اسف الاتش دي. هنبدأ مع بعض مكونات النظام الاتش دي بيتكون من ايه، وازاي نوصله، وازاي نتعامل عليه. ولو وصلت معانا بالفيديو لحد هنا ممكن تعمل اشتراك في القناة. لو الفيديو عجبك واستفدت منه اعمل لايك وشير الفيديو عشان غيرك يستفيد، وما